اول حاجه واهم حاجه بتخلينا نفكر نشتري القلايه الهوائيه هي البطاطس المقليه اللي كنا بنقليها في طاسه زيت وبتشرب زيت كتير جدا مننا. هنعملها النهارده بمعلقتين زيت بس وبنفس الطعم والقرمشه اللي متعودين عليه بطريقه بسيطه جدا من غير سلق ولا نقع ولا تدخليها الميكرويف قبلها، وهتشوفي النتيجه بنفسك. سامعه صوت القرمشه؟ هنعمل مع بعض البطاطس العاديه الفريش والبطاطس الفارم فريتس النص مقليه، وكمان البطاطس اللي بنسلقها ونقطعها كده دواير هنحمرها برضو في القلايه. لو اول مره تشوفيني متنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي الجديده. هنبدا بالبطاطس الفريش. اول حاجه لازم تكوني متاكده انها بطاطس للقليه او زي ما بنقول بطاطس التحمير. دول 3 حبات بطاطس قشرتهم وغسلتهم كويس، بقطعها صوابع متساويه مش رفيعه قوي ولا تخينه. ما بغسلهاش بعد التقطيع، غسلتها بعد التقشير بس، لان لو اتغسلت هيبقى فيها ميه مهما صفتيها ومهما نشفتيها بفوطه او بمناديل، الميه دي بتاخر في التسويه وبتطلع طريه من كتر البخار. فانا لا بنقعها في ميه وخل ولا بسلقها قبلها ولا بعمل كل الكلام ده. احنا بالعكس احنا جايبين القلايه عشان نسهل على نفسنا والحاجه تطلع حلوه ومظبوطه زي اللي مقليه في الزيت، وفي نفس الوقت صحيه ومش شاربه زيت كتير. جربي البطاطس بطريقتي دي وهتشوفي النتيجه بنفسك. كل اللي حطيته عليها حوالي معلقتين زيت، انا استخدمت البخاخه، ممكن انتي تحطي معلقتين زيت وتقلبيها فيها كويس عشان البطاطس كلها تتغلف بالزيت. انا سخنت القلايه الاول دقيقتين وبعدين حطيت البطاطس. البرنامج الاول ده بتاع البطاطس الفارم فريتس الجاهزه والمجمدات، لكن البرنامج التاني رسمة البطاطس دي البطاطس الفريش. هنختارها البرنامج 38 دقيقة على درجة حرارة 180. طبعا مش هناخد الوقت ده كله، الوقت ده وقت البرنامج 38 دقيقة هم عاملينه على 1200 جرام بطاطس، لكن انا حطيت 3 حبات بطاطس بس. هنشوف هتاخد وقت قد ايه. بعد 12 دقيقة فتحت وقلبتها. في حاجة مهمة عايزة اقولك عليها، تشيليش الشبكة بالحلة عشان تقلبي الحاجة جواها، لان كده تقيل جدا على الايد. اما تكوني عايزة تقلبي حاجة افصلي الشبكة عن الحلة، قلبيها ورجعيها تاني. وفي حد سألني ان القلاية الهوائية بتاخد وقت اطول من القلاية في الزيت، ده حقيقي، بس في المقابل انت بتاكلي اكل صحي، خصوصا لو عامله دايت او بتحبي الاكل الصحي. ثانيا بتوفري كميه الزيت الكتيره اللي كنا بنقليها كلنا، عارفين طاسه الزيت اللي كانت موجوده في كل البيوت. ده غير ان انت بتحطي الحاجه فيها وبتعملي حاجه تانية، مش بتفضلي واقفه قدامها. الكميه دي اخدت معايا 28 دقيقه. شايفه البطاطس عامله ازاي؟ ما شاء الله عليها تحفه. شوفي لونها ذهبي ومقرمشه ازاي. الناس اللي ما بتطلعش معاها البطاطس حلوه زي اللي مقليه في الزيت، انت لو عملت البطاطس الفريش من غير زيت خالص هتبقى مجلده وطعمها وحش جدا. لكن لو عايزاها تطلع بنفس الطعم اللي متعوده عليه هتحطي معلقتين زيت او 3 كمان. متقلقيش، الزيت الزياده بيتصفى وبينزل من السله، هتلاقيه في الحله تحت. انا هنا بوريكي انها ممكن تاخد كميه اكتر. انا هنا عامله 3 حبات بطاطس بس وهي تشيل ل 1200 جرام. ولو انت مستعجله وعايزه البطاطس تخلص اسرع ممكن ما تستخدميش البرنامج وتظبطي يدوي الوقت والحراره. الكميه دي ممكن تتعمل في 20 دقيقه، بس لو ظبطتيها 15 دقيقه على درجة حرارة 180 وفي الآخر 5 دقايق على درجة حرارة 200. لكن أنا بفضل أعملها على برنامج البطاطس وأسيبها براحتها. سامعة البطاطس مقرمشة إزاي؟ لونها ذهبي من بره ومقرمشة وطرية من جوه. دلوقتي هنعمل البطاطس الجاهزة الفارم فريتس. احنا عارفين انها بتبقى نص مقليه، يعني اتقلت بزيت قبل كده، فمش محتاج ان احنا نحط فيها زيت خالص. يعني انت لو حطيتي تحتيها ورق زبده هتلاقيها نزلت زيت لوحدها، هي واي مجمدات بتتباع جاهزه زي الستريبس والبانيه. وهنختار البرنامج الاول اللي هو برنامج المجمدات، درجه الحراره 180 والوقت 31 دقيقه. بس طبعا انا قلت لك ظابطين برنامج الوقت ده على الكمية 1200 جرام، لكن انت لو حاطة كمية صغيرة زي ما انا حاطة كده مش هتاخد اكتر من 10 دقايق. ودي مرة تانية كنت بعمل فارم فريتس وجنبهم قطع ستريبس، حاطة تحتهم ورقة زبدة عشان اوريكي بعملها من غير زيت خالص، ومع ذلك ورقة الزبدة هتلاقيها شاربة زيت كتير لانها نص مقلية. ودلوقتي هعمل البطاطس اللي بنسلقها بقشرها وبنقطعها كده ونحمرها في الزيت. ادهنيها من جهتين بزيت او رشيها ببخاخة الزيت، دي ممكن تظبطيها بيدوي على درجة حرارة 200 عشان تتحمر اسرع. ولو عجبك الفيديو متنسيش بقى اللايك والاشتراك عشان تشجعيني اعمل فيديوهات اكتر عن القلاية الهوائية، واشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد.